السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كلمة ازيكم بسيطة شوية، لأن عايزة أقول أكتر من ازيكم، وحشتوني. أنا ما بعملش فيديوهات كتير في رمضان، لأن رمضان شغله كتير وشقة وشغله كتير وكده، فأنا ما كنتش بعمل فعلا فيديوهات ولا حاجة، وقلة فضا، وكنت عندي شوية برد شوية كده، بس كانوا يعني قاسيين شوية معايا، بس الله شالهم من عليا بإذن الله، نزلة البرد. اللي بقوله بقى بقول ايه، يعني في ناس منزلين يعني حاجات عشان تضحك، فيديو يجيبوا واحد وواحدة، او يقولوا لواحد، يقولوا لها ده جوزك متجوز ومخلف وكده فالست يعني تنهار بجد، وتزعل وتحزن وتصرخ وتمسك جوزها تضربه ويضربها، وقلبها ممكن يقف عشان الناس تضحك شوية. دي حاجات ما بتضحكش، دي حاجات تخرب بيوت. وفي الاخر يقول لها ده كان مقلب ازاي؟ بعد ما تطلع اللي في قلبها تقول له يا اللي مش عارفه ايه، يا اللي امي عملت لك ايه، يا اللي انت كنت بتاكل عندنا، يا اللي مش عارفه ايه، والاخر نقول مقلب. طب لو مقلب انا مش هقبله. طب لو مقلب امه ولا اهله لما يسمعوا ان انت بتقولي كده، حتى لو كنتوا اصدقاء هتبقوا اعداء، عشان الناس تضحك فيه. ومحدش ضحك على فكره، الناس كانت بتزعل وبيصعب عليها من الست واللي بيجرى لها. ايوه الست عندها جوزها غالي، لما تيجي انت بقى تقولي له ده جوزك متجوز عليكي ومخلف، وهي نايمه ومبسوطه ان ده راجلها معاها وكده، وتروح خاربه الدنيا، دي قله ادب. ده مش برنامج والله، ده حرام، ده افترا، ده افترا ان انا اكون مثلا رايحه انا وجوزي برنامج هنقعد مثلا نضحك فيه شويه، خارجه مثلا هخرج معاه ونخرج وكده، وهنقعد في البرنامج شويه ابص الاقي يقولوا لي لا ده جوزك متجوز ومخلف وبيضحك عليكي. من امتى انت متجوز عليا؟ بقالي سنتين. ومعاك اطفال؟ اه معايا بنت. تقعد تصرخ يا عيني، واحده من كانت بتسكى قلبها، وانا حاسه انا والله العظيم انا خفت عليها، لا يجيها ازمه في قلبها يقف قلبها. وواحد راجل عنده بتاع، قال انا عندي 60 سنه وهي عندها بتاع 55 ولا حاجه، مسكوا بعض موتوا بعض لمجرد ان كان قلبهم هيقف. قال ده ضحك. ضحك ده ايه يا مخرج؟ ده مش ضحك، ده خراب بيوت. البرنامج ده ساقط، البرنامج ده حرام، انت دمرت الناس فيه، انت دمرت الست والراجل. حتى لو في الاخر قال لها ده ضحك، طب ازاي ضحك؟ ما هي طلعت بقى اللي في قلبها، يا اللي امي عملت لك، يا اللي ابويا جاب لك، يا اللي اخويا عمل. خراب خلاص. انا هعرف ان في الاخر بضحك؟ لا انا مش بضحك، ده بيوت بتتخرب، وعلى كده كل يوم دمار وخراب في البرنامج ده، وفي الاخر فكاهه. ليه ما عندك اللي هو كان التخين ده، ما اعرفش اسمه ايه، نسيت إيه، النصر، اسمها ايه، نصر كده. ده كان فعلا كان فكاهه، وفكاهه رقيقه جدا، وفكاهه شيقه جدا. ما كانش ما كانش بيأذي حد، كان يهزر يضحك، وفعلا كانت الناس بتضحك عليه في لبسه، في حاجته، في هزاره، في حاجته، لكن ما بيجيبش بيوت يخربها. انت بتخرب بيوت كده. انا ما اعرفش البرنامج اسمه ايه، بس هو كل بيجي اتنين بيضربوا ببعض، اتنين، واحده قلبها يقف والتاني يقعد يضحك، وتقول له خلاص طلقني مش هعيش معاك تاني، عشان انت مش عارفه بخيل، عشان انت نتن، عشان انت كلام سفاله. يمكن عمرهم ما كانوا هيطلعوا الكلام ده مع بعضهم لو هم عاشوا مع بعض. وممكن البيت فعلا يتخرب بجد عشان الناس تضحك، وان شاء الله ما ضحكوا. ابراهيم نصر كان، والكاميرا الخفيه والحاجات دي كلها كانت حاجات رقيقه جدا. الحاجات دي كانت فعلا بتخلي الناس يعني مبسوطين. ومع اني والله العظيم 3 رمضان لا مش جاي للضحك،
رمضان سبحان الله وتعالى يمكن انا بطلت ان انا اطلع في الفيديوهات عشان ان انا اديله حقه. ودي كيام الليل، ودي حاجتي حقه وحقها، ودي رب العرش، ولا عمرنا نقدر نديله حقه. لو مهما صلينا وركعنا حقه علينا جامد كبير قوي. العين حقها كبير قوي. كل حاجة في الجسم، كل حاجة في البني آدم حقها كبير قوي. الستر حقه كبير قوي علينا. فأنا ما كنتش بطلع فعلا هقول بقى لايك واشتراك والكلام ده، والله ما هقول الكلام ده خلاص، لأن أنا خلاص يئست، مش يعني مش عارفة أقول إيه، بس أنا مش حابة خلاص إن أنا أطلع تاني. هتقولي لما انت بتقولي كده ساعات بتطلعي تاني، انت لا تفهم مش بطلع عشان خاطر الاشتراك ولايك والكلام ده، لا خلاص. ممكن طلعت مثلا عشان انا حابه ناس وناس بتحبني وبيبعتولي وبيحكولي وبنتكلم مع بعضينا في حاجات كتير قوي. بيقولوا لي، تقول لي مثلا انا جوزي مش عارفه اعمل ايه، انا جوزي قال لي ايه، ان انا عملت مشاكل، انا في مشكله، فبحلها لها ودي مع بعضنا في التليفونات في الحاجات يعني. فهو ده اللي بيخليني ان انا بكمل. لكن الاشتراك واللايك والحاجات دي لا، انت بتستخسروا ايديكوا، بتستخسروا لايك واشتراك. لا يا بابا، خليك انت مع نفسك، ولا انت مع نفسك، مش ضروري يعني. لا اشتراكك هيخليني ان انا اكون غنيه جدا، ولا انك ما تشتركيش ان انا اكون مش لاقيه اكل. لا يا حبيبتي، احنا الحمد لله مستورين، ولادي مستورين واحنا مستورين الحمد لله، مش عايزه منكم حاجه. لكن لايك واشتراك، ايه لايك واشتراك؟ لا مش هنعمل. ليه يا ماما؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه؟ ملهاش لازم، مش عايزاه خالص اللايك والاشتراك بتاعكم. انا هطلع بس كده، اني اي حد عايز مني في اي مشكله اي حاجه، والله بقدر فعلا ان شاء الله بحلها من عند الله. مش هكمل معاكم بقى كتير عشان انتوا عارفين ايه الايام دي. انا لسه قايمه كده دلوقتي، احط شويه فول على النار، مش عارفه اعمل شويه طعميه. العيال بيحبوا الحاجات دي بالليل، قلت اعملها لهم واطمنكم عليا. يعني كان في ناس بيقولوا انت تعبانه قوي، كنت تعبانه. كنت تعبانه، بس ربنا شفيني. هي شوف واحد ميتات تفرحوا فيا يعني. لا يا ماما، لا يا قلبي، وخفيت بقيت كويسه. مش محتاجه حد ان هو يفرح ويشمت يعني. والعلاء والمرض ما فيهوش شماتان على فكره، اللي بيشمت يشمت في نفسه. بس ده اللي انا بقوله دلوقتي. خلاص ان انا كنت لها كلها عشان اقول لكم اللي عايز يشترك يشترك، مش عايز براحته يا قلبي، براحته، ولا يا ماما براحتك. اللي عايز يعمل حاجه، هم عارفين الرقم بتاعي، يتصلوا بيا واي مشكله اقدر احلها لهم. واي وقت انا فاضيه عايزه ان انا يعني اتكلم معاكم، مع اللي بيحبوني. اللي مش بيعمل لي لايك ولا شير ولا اشتراك مش بيحبني، مش ناقصه منه حاجه يعني. اللي عايز يعمل لا، مش عايز يعمل اشتراك ولا لايك، مش كل مش عارفه افهمها لكم ازاي يعني. افهموها انتوا بقى، افهموها انتوا خلاص يعني. اما البرنامج حرام والله، حرام. ده خراب بيوت والله العظيم، بيتهم بيتخرب الناس دي وبيتدمروا. حرام. لازم نعرف كده ان مش كل حاجه انها تضحك فعلا. البرنامج بيمسكوا بعضهم بيبهدلوا بعض، هي بتبهدله وهو بيبهدلها وبيضربوا بعض، وممكن يوصلوا فعلا للطلاق بجد، مش هزار ولا ضحك، لا بجد. ليه خراب البيوت ده؟ فين ابراهيم نصر، وفين الكاميرا الخفيه، وفين الحاجات اللي فعلا كانت تخلي الناس فعلا تضحك من قلبها؟ ومفيش خراب بيوت، مفيش حاجه. مش هكمل بقى عشان ايه، العيد كده ان شاء الله نعمل لكم بقى اغنيه ام كلثوم، العيد فرحه. لا مش بتاعت ام كلثوم، بتاعت
صفاء بالسعود. ام كلثوم يا ليلة العيد انستينا، هجيبها لكم ونسهر مع بعضينا. وانا بحب على فكره اغاني ام كلثوم جدا 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 جدا، عشان انا بحب ام كلثوم. خلص، وتعملوا لايك ولا شيء واشتراك، انتوا حرين يا بابا، يا قلبي انتوا حرين خلاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.